يلا نوفر ثينك بقى. بس عارف انت بقى في اخطاء تشوفها كده في الافلام يعني وتضحك عليها تعديها عادي لانك عارف انها في الاول وفي الاخر ايه غلطات. انما الثلاث اخطاء بتوع النهارده او الثلاث كدبات تحديدا اللي هنتكلم عليهم النهارده يعني مبني عليهم الافلام اساسا وبشكل فج. فمن غير ما اطول عليك تعالى نبتدي بالكدبه التي لا تغتفر، هي غلطه او كدبه فيلم همام في امستردام. الفيلم ده يا جماعه كدبته او غلطته يعني منطقها صعب بشكل مش طبيعي. وقبل ما نبدا يا جماعه الخير، عشان بس استاذ البرت اينشتاين هيقول لي في الكومنتات بطل تفاهه يا عم احنا جايين نضحك مش جايين نتصيد اخطاء. باقي سلاسل الحلقات كلها في القناه حاجات جد في جد لدرجه الناس كلها بتقول لي في الكومنتات يا عم بطل غم، فجايين نضحك كده في سلسله الاوفر ثينكينج وعديها. همام يا سيدي لم الهموم والهدوم واللعب وصوره ايمان بنت ام اؤمان اللي اتجوزت جمعه بنت ام جمعه وحطها ما بين الكتب وقرر ياخد فلوس النمنه عشان يسافر، لان همام صاحبه وحبيبه تعب وقرر يسافر فين؟ في هولندا اللي هي ايه؟ معقل يا هيدة العالم اصلا، واكبر استثمارات وقتها كانت لليهود هناك. حتى الفيلم نفسه قال لك يا همام بلاش تعمل مشاكل، البلد دي بلد اليهود اساسا. وبعيدا عن الفيلم ففي احياء اصلا ساكنها اليهود بمعنى الكلمه وساكنين فيها بالطول والعرض. ايوه ماشي، فين الغلطه او الكذبه؟ قال لا ما هي دي الكذبه اصلا يا معلم. اولا هدف الفيلم او اي حاجه انت بتشوفها ايه؟ ان احنا عاوزين نعمل دراما، فلما بنعمل دراما لازم يبقى في خير وشر، ملاك وشيطان. احنا كده كده عارفين الصراع العربي الاسرائيلي وعاوزين نعمل بيه دراما، فجبنا همام والعرب اللي موجودين قصاد مين؟ يودا الاسرائيلي اللي بيشتغل عامل نظافه مع همام في نفس المكان، او يعني سينيور على عمال النظافه كده زي ما كان سينيور على همام. طب ازاي يا جماعه؟ مش انتوا لسه قايلين في الفيلم ان دي بلد اليهود وهم مستحوذين على كل حاجه فيها؟ فخليني اقول لك ان مفيش يهود اساسا بيشتغلوا الوظايف دي في اي دوله في اوروبا، ما بالك بقى بهولندا. اساسا الوظايف دي معروف ان تمامها بيبقوا للعرب، اما اليهود لو شغالين فبيشتغلوا في وظايف مرموقه عادي جدا ومحدش منهم بيشتغل الشغلانه دي. هي مش عيبه والله، كل حاجه يجيبها ربنا كويس. فحتى لو افترضنا ان يودا يا سيدي مؤهلاته ضعيفه وانه من اليهايده الجهله مثلا اللي هيرضوا بقليلهم عشان يشتغل اي حاجه في الغربه، ماشي، بس انت بنفسك خليت يودا يقول انا بتكلم عربي وعبري وانجليش اند نيذرلاندز. يعني ده واحد معاه 4 لغات، يعني شخص مثقف ودارس وواعي ومتعلم ومطلع على 4 ثقافات مختلفين ومقفل جميع الالعاب، ففي الاخر هيشتغل عامل نظافه؟ يا راجل ده الواحد هنا لو اشتغل كاستمر سيرفيس انجليش بيبتدي يعوج لسانه ويسمع ميتال ويقول لك اللام الشمسيه في كل كلامه زي اللي بيقولوا لسه جاي من الساحل مش طايق اشوف الزحمه في الشارع ولا الناس اللي بتتخانق في الطريق. بس زي ما قلنا الدراما قايمه على كده، قايمه على فكره الصراع، الخناقه. من غير الصراع ومن غير الخناقه والشد والجذب اللي هيخلوك تصدق ان استاذ ايمن الشيوي لحد النهارده يهودي والله زي ما انا مش قادر اتخيله غير كده، فالفيلم ما كانش هيكمل من غير الدراما. وعشان برضه خلطه محمد هنيدي ومدحت العدل الاثنين بيحبوا دايما يرشقوا اي حاجه فيها اسرائيل في القصه. فتعالى بقى يا سيدي نخش على فوي فوي فوي. فيلم فوي 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 مع انه يتبلع له الزلط، قصه جميله وحدوته حلوه وتليق بحواديت الافلام الجولد اللي اتعملت قبل 2010، وقايم زي ما قلنا قبل كده على نفس اللاين بتاع فيلم ايس كريم في جليم ان الشباب عملوا نفسهم عميان عشان يتشافوا يحققوا حلمهم. الغلطه اللي حصلت في فوي 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 هنا كانت غير متعمده، بس اتعملت بسبب كذبه الفيلم نفسه اصلا اللي هي كانت متعمده، اللي هي خلينا متفقين ان في تعليمات واضحه وصريحه راحت للفيلم ده وهو بيتنفذ، انه والله يا جماعه انتوا المفروض تقولوا ان الفيلم ده قايم على احداث حقيقيه حصلت في سنه 2013 زي ما شفنا في بدايه الفيلم. حلو كده ماشي. الكذبه بقى هنا ان الحدث الحقيقي اللي قام عليه الفيلم اصلا حصل في 2016 اساسا، ان فريق كرة الجرس عمل نفس الحوار ده عشان يهرب من الفقر ويسافر اوروبا زي ما الفيلم ما بيقول. بس معلش احنا بقى ما ينفعش نقول ان اخر 10 سنين في حياتنا حصل فيهم مشاكل، لان دلوقتي انت اكيد شايف ان احنا زي السمنه على العسل، واقتصاد ولايه المطريه وسلام سيتي لوحده بقى بينافس ولايه نيويورك ونيو جيرسي وقايم بيهم وفي 2013 السنه الوحشه جدا المصريين فعلا كانوا طهقانين جدا وطاقين من جنابهم وعاوزين يختلقوا البلاوي والكوارث عشان يهجوا بره البلد بشكل شرعي بقى او غير شرعي. انما دلوقتي لا طبعا الناس كلها ما بتفكرش في كده خالص، ولا مصر من اكتر البلاد سنويا تقديما على الهجره. فبالتالي خلاص اتفقنا اننا صدقنا كذبه ان فوي فوي بيحكي عن سنه 2013 مش 2016. تمام كده؟ بس معلش يا معلم مفيش كذبه بتجمل صح للاخر، ده قانون الجريمه والعقاب نفسه هو اللي بيقول كده. ان لو خدت بالك طول الفيلم كانوا لابسين ايه؟ صيفي، يعني ده معناه اننا في الصيف وعايشين في الولعه اللي ما يعلم بها الا ربنا اللي عايشين فيها اليومين دول. في السينما بقى لما كانوا بيتفرجوا على فيلم اتفرجوا على ايه؟ اتفرجوا على فيلم على جثتي اللي هو اصلا نزل في دور العرض في شهر يناير في عز طوبه في الشتاء. واحد هيقول لي ما الفيلم ممكن يكون طول في العرض وقعد لحد الصيف، هقول لك لا يا معلم وحد الله، الفيلم ده اصلا نزل واختفى من العرض فجاه، وانا نفسي افتكر كويس ان بعد شهرين او شهر ونص من العرض اصلا ما كانش فيه سايبر او كمبيوتر او لابتوب فيك يا جمهوريه ما كانش عليهم الفيلم ده، وكنا بنستخدمه وقتها في الكوميكس كتير جدا وكنا بنشير منها كمان فريم 72
المشاهير بتوع الاهلي ان بصوا يا جماعه فيلم على جثتي بيحتفي وبيمجد الشهداء وكده، فكل الناس حبيته وشافته اصلا للسبب ده، واصلا اتسرب قبل ما ينزل السينمات ب 24 ساعه في واقعه هزت الصناعه وقتها بتخوف المنتجين من قرصنه الافلام. كان ممكن وقتها مثلا يذيعوا في السينما فيلم كان نازل في الصيف وقتها زي مثلا فيلم القشاش، بس تخيل بقى وقتها كانوا هيجيبوا محمد فراج بيتفرج على محمد فراج في السينما. وحاجه كمان والله كان نفسي اوفر سينك وقالها لكم، ان محمد فراج طول الفيلم كان ماسك 3310 واللي هو اساسا كان شيء غير منطقي بالنسبه لي، لانه كان موبايل وقتها لفئه الجد والجده والاب والام الغير مواكبين للعصور، اللي هو زي ما بنقول كده عده كانت بتقول الو خلاص. فوقتها يعني ما كانش في شاب اساسا بيمسك الموبايلات دي بعد انتشار الموبايلات الصيني. بس بصراحه لا، شابوه للصناع وقتها، كانوا عاملين فرايتي في الموبايلات اللي مع الشخصيات بشكل منطقي. يعني حسن كان فقير دقه وكان مقنع انه يمسك الموبايل ده، زي ما الصحفيه كانت اي كلاس وقتها وكان معاها ايفون. فكان نفسي اقفش في دي واحسبها كغلطه، بس عدت منهم ولاد الايه. بس غلطه السينما دي كانت غلطه زي ما قلنا بسبب محاوله التحايل على التاريخ وقتها، بس عادي احنا مقدرين يا سيدي سبب التحايل التاريخي ده وفاهمينه كويس. اخر فيلم معانا بقى هو فيلم المولد. الفيلم ده يا جماعه الخير كده فيلم فانتازي وهندي صرف. صراحه اكتر محفز للفرجه على الفيلم ده هي مزيكه هاني شنوده، حاجه كده في الخيال. اهو فيلم المولد ده بقى مبني على كدبه كبيره وصعبه التحمل الصراحه. يعني الفيلم ده من غير مبالغه خلاني احس انه معلي على افوره الافلام الهندي ذات نفسها، يعني افوره الافلام الهندي تستحي تسويها. تعالى مثلا ناخدك جوله في الافلام الهندي عشان اهيئ لك اللي عاوز اقوله. يعني اول فيلم جه في بالي كده بالتيمه المشابهه بتاعت الفيلم ده كان امر اكبر انتوني مثلا. 3 اخوات بيتفرقوا، واحد بيتاخد من كاهن الكنيسه، التاني امام وشيخ، التالت بيلقى ظابط هندوسي. حلو، كل ده بسبب ان ابوهم سابهم هناك لما سرق عربيه مديره اللي خانه وخلي بيه لما ما صرفش على عياله بعد اتفاقهم انه هيتسجن بداله، وهو شبه حمدي الوزير كده. فبيحصل ايه؟ 3 اطفال بيتبنوهم كاهن الكنيسه والظابط اللي بيشوف واد منهم في الشارع، والتالت بقى اكبر بياخدوا الراجل المسلم اللي كان سبحانك يا رب قاعد بيتعبد قصاد الكنيسه كده وما كانش فيه جامع، يعني مش فاهم ليه. المهم يعني فابو قمر اللي هو الظابط اللي تبناه لما اتضرب بالنار ودخل المستشفى، قمر تمر فيه اللبن والسيريلاك اللي سياده اللواء كان بياكله له وهو طفل، وقال للدكتور طمني يا دكتور انا مش عاوز ابقى يتيم مرتين. حلو، وانتوني لما ابوه مات اوريدي في قلب الكنيسه كان بيلوم ربنا انه ليه يا رب يتمتني مرتين. جميل، طب ما ده حلو ده. العيال اللي كانت صغيره وبتقول واء عندها وعي وادراك ان هم كانوا متبنيين من ناس تانية وليهم اهل ما تعرفش بقى راحوا فين. خلاص خلصنا بقى من رغي الهندي اللي مليان نهي وميري باتي ده. نرجع بقى لفيلم المولد اللي علق على الافلام الهندي. بركات يا سيدي اللي هو برضه تاه من امه اللي كانت رايحه تاخد بركات البت عم هاشم اللي مش عارف هتفيدها بايه وهي ميته اساسا. كان طفل يعني يا جدعان مش بيقول انجغه، يعني شحط وواعي اهو، وعنده مثلا بهيئته الجسمانيه دي بتاع 6 سنين ولا حاجه. فازاي بقى لما كبر وبقى شحط قد الدنيا كل ده وهو واعي ومدرك ان علي الاعرج كل ده يبقى ابوه؟ انت ممكن تقول لي يمكن عشان علي الاعرج كان معيشه معاه ومخليه مقتنع ومؤمن ان هو ابنه بجد وبتاع. ايوه ماشي، بس هو ما كانش لسه لحمه حمراء يعني ولا في اللفه، ده كان واعي يعني اهو، يعني مفيش اي ذاكره خالص. عموما هم في الفيلم كانوا مخليينه وهو طفل ما اتكلمش ولا كلمه خالص، على اساس ان انت كده بقيت عندك سنتين، يعني ما انت ستيل شحط برضه. المهم بقى سيبك من كل ده. فلما ربنا وفقه وشاءت الاقدار الهنديه انه يجتمع بوالدته تاني، فامه بقى عرفته منين؟ مش بالملامح ولا بالكلام ده، لا من ودانه، عشان وهو طفل يعني كانت عامله له حلقان وبتاع، واللي هي برضه متاخده من فيلم قولي لما الاب شاف التميمه بتاعت الكوتشينه دي على رجل ابنه اللي كان متاخد منه في الفيضان وهو لحمه حمراء في اللفه. ما كانش عيل شحط يعني زي بركات. يعني الافلام الهندي حبكتها منطقيه عننا، وسبحانك يا الهي الذاكره ما رجعتلوش غير لما رجع لامه وشفنا لقطات منتجيه ليه لما كان بيفتكر المولد اللي هو اساسا شاب وغير اسمه 3 مرات وما كانش فاكره طول التايم لاين بتاع الفيلم. فيعني شابوه بصراحه على التعليق على الافلام الهندي دي. وبعيدا بقى يا جماعه عن الكدبه اللي مبني عليها الفيلم دي، فعلاقه هيما باخته بصراحه بتصير غثياني اول ما هي بتعرف انه مش اخوها. يعني اول ما بتعرف مثلا مش بيصيرها الريبه او الاستغراب، لا دي بتتبسط، وبعدها بمشهدين بتتلامس معاه بطريقه يعني دي مش احاسيس اخت لاخوها خالص، او حتى كان اخوها. يعني الحب مش هينشب في يوم وليله كده لما تتاكدي ان ده مش اخوكي وتقولي والله كنت حاسه ما تيجي ندخل الريليشن شيب بقى، وبعدين في النهايه خلاص بقى بيبقوا سوا، واللي هو هنعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات. يعني مش عارف بصراحه يا جماعه الفكره دي ما كانتش بتصير اي احساس غريب على القائمين على القصه ولا ايه؟ بس يعني في حاجه غلط. وبس كده يا معلم، هو مش حرمك من حاجه 4 حلقات في الشهر، قلنا بس نكسر بحته كده اوفر ثينكينج. فلو عندك بقى افكار مؤرقه اعصابك ولعبه في دماغك البخت عن حاجات مش منطقيه في الافلام، اكتبها لنا بقى في الكومنتات، ويلا سلام عليكم.